ولكن احنا من اجل انه نهذب مثل ما تفضل الدكتور، يعني الكلام الطيب، تهذيب الشعائر، لانه هذه الشعائر هي باعتبار جائزه كبرى. الله اكيد. الجائزه الكبرى احنا ليش نوخرها من ايدينا بالبلاش؟ احنا حتى نحاول ان نتمسك بها. عرفت التهذيب. احنا شيخنا نعتبر اي شيء مدخول او جديد على موروثنا اللي ورثناه من ابائنا واجدادنا من وعينا لحد اليوم. احسن. انا بالطقه مال الباب مال الصحن ذاك الزمن انا صغير انا بيها. اي والله من ذاك الزمن ها كل احنا بيها اللي لحقنا يعني للسبعينات بدأنا احنا بيها. انا حتى مؤرخها بالدقيقه. بالدقيقه يعني. اي مؤرخها واحنا عشناها ولحد اليوم وش مهما حتى نكبر او تجمعنا بس على كلمه الامام الحسين وهذبنا اولادنا. فقمنا نخشى يعني هسه انا اتوقع مثلا احتمال تشتغل مؤسسات تدعمها الغار، تدعمها الماسونيه، تريد تخرب الشعائر مثلا. فاحنا بدنا نحافظ على موروثنا. هاي اولا. اثنين نجي بطريقه مهذبه وسمحه بالتي هي احسن. انا اشوف من يتحرك كمجموع وكمثقفين وكناس وعلماء وطبقات وسطى تشتري ان شاء الله لا تاثير. احنا دكتور ترى برنامجنا بالنسبه لمجلسنا خصه. نعم. يعني ربع ساعه قراءه القران الافتتاحيه، وربع ساعه فقه الشعائر الحسينيه. حلو هذا يعني تهذيب الشعائر، الممارسات الخاطئه والاسئله الموجهه الى سماحه السيد السيستاني الله يديم بقاءه ويحفظه. شكو اسئله من ممارسات خاطئه يسالون سماحه السيد يجاوب عليها. فالسؤال والجواب هنا نتطرق يوميا فرد سؤالين ثلاثه عندنا، بعدين يخلص يجي السيد حسين القابشي اللي هو ايضا موجه وايضا يعني نجح في الاصل. فهذه يعني يقول مثلا يقول انا شفت بعيني انه ما ادري اجلكم الله كلب رقيه، كلب كاتبين على هذا. يعني هاي منتهى وهاي يصيدوها